دولار. ارقام ضخمه جدا هذه، راهي ارقام ضخمه مصر جدا. سياح، اي سياحه المغرب سياح 11.3 مليار جدا. اسمه اي شو سبيد. سبيد. اي شو سبيد تو عنده الاسبوع التالي عمل دوره بين مصر الجزائر وتعدى للمغرب. علاش في تونس وزاره السياحه مثلا فما حاجه اسمها هوستل في تونس؟ ما عندناش. في المروك يحكيوا لي اصحابي كي يمشيوا غاديكا يكريوا ديار اير بي ام بي. اير بي ام بي ممنوع من عندو تونس. في تونس شخصيه دقيقه برك باش نحكي لك تجربه شخصيه صارت لي في المغرب. مشيت كيف خذينا اير بي ام بي في المغرب، على كيف وقفنا في المطار معناها عندها الفلوس باش تبني، نحاولوا نخلطوا له. ما تنجمش تخلط له خاطر فرق باش كبير نكونوا نقارنوا في الفلوس. قارنوا روحنا بالمغرب. هبطت امس اكثر الدول العربيه تحقيقا لايرادات السياحه بالمليار دولار. في المركز الاول حسب رايك؟ الامارات في المركز الاول 57 مليار دولار. فلوس دبي تاتي السعوديه 41 مليار دولار. فلوس العمره والحج. ثم مصر. شوف انت هاني نفسر استعد دبي فلوس شنو؟ فلوس دبي يا معلم راهو سياحيه. سياحه من اعلى مستوى. صحيح. حتى السعوديه موفره مهرجانات، راهي الاحتفالات راهي تعمل سياحه هذيك يا اسامه. كريستيانو رونالدو وساديو ماني يعملوا لك سياحه. في بالي نعم. دونك تقول لي فلوس الحج عطيتك اغزر ما نعرف. هي الحصيات هذه نتاع 2025 كله اي بما فيه للحج. موسم الحج موجود محسوب. اي 2024 هذه بينت 2024 مازالوا 25 باش يخرجوا. لحظه اخزر خليني نفسر لك حاجه. راهو الحج موجود من قبل، هو نسبة من مداخيل السياح. اي مش ويعتبر سياحة دينية. ماهيش الباز نتاع السياحة السعودية. ماهيش الباز السعودية. نعمل لك روشير صغيرة نطلع لك انه الحج والعمرة مش الباز ولكن النسبة الأكبر. يا أسامة الناس تصنع في منتجعات، تصنع في الناس تهبط لهم من جميع. أخي مالك يا راوك بدخل شوف نسبة المسلمين اللي يجوا للسعودية ونسبة الأوروبيين، تلقى الأوروبيين أكثر جايين يحجوا. الأوروبيين جايين للمنتجعات. مصر في المركز الثالث 15.3 مليار دولار. ارقام ضخمه جدا هذه، راهي ارقام ضخمه مصر جدا. سياح سياحه المغرب 11.3 مليار دولار. قطر 8.4 مليار دولار. العراق 7.4. الاردن 7.2. لبنان 4.7. البحرين 3.7. عمان 2.6. الكويت 2.3. والجزائر 0.1. غياب تونس بيان سور حتى يشيحوا الكياسات. غياب تونس خارج القائمه، بالرغم اللي السنه تقول وزاره السياحه انها مدنيات باش نبنيو المنتجعات وباش نعملوا باش نوفروا انفراستركتور تجيب لك كاليتي اخرى نتاع السياح. خاطر احنا الكاليتي اللي تجينا الكاليتي طايحه يعني كما قلت ديما دي معروفه في تونس. يقول لك يجيونا كالروتريثي، يجيونا الزواوله كيما نروحنا نتاع الاوروب، يجيب ب 500 ب 600 اورو يعدي ياك الجميعه ويمشي على روحه. ثري 500 اورو نحكي لك. بينما في بلدان اخرى يمشيوا عندك الخليجيين رجال الاعمال لي ستار. هون ناخذ مثال بسيط مثلا. فما يوتيوبر شهير جدا اسمه اي شو سبيد. اي شو سبيد تو عنده الاسبوع التالي عمل دوره بين مصر الجزائر وتعدى للمغرب. علاش في تونس وزاره السياحه مثلا ما كانش ما وجهتلوش دعوه مثلا؟ خاطر اجي نقول لك راه وزاره السياحه الجزائريه ووزاره السياحه المصريه هم اللي وفروا، هم اللي اعطوه الدعوه، وفروا له الحمايه، وفروا له الاقامه، وفروا له كل شيء. معناها جوست اجا اعمل. وشفت لي فيديو في الجزائر حاجه من وراء الخيال، شهره غريبه جدا وانتشار رائع، خاصه في مصر زاده. علاش نحن تونس اللي نورمالمون نحن اول واحد، احنا اللي جانا مايكل جاكسون كما نقولوا احنا. اخي حرنا باش نجيبوا مستر بيست، حرنا باش نجيبوا. ما هذاك هو اللي ضر. الجمله اللي قلت انت تو هي اللي ضرتنا. احنا اللي جبنا مايكل جاكسون، احنا اللي جبنا فلتانا، احنا اللي جبنا واحنا اللي عملنا واحنا. هذاك هو اللي يخليك اليوم نجم عاد تغزر. تو كان تحكي مع مسؤول يقول لك شكون يوتيوبر ولا شنو يسالي عني بيه ودي تجيب اليسا، جيب تامر حسني وكذا. فما عقليه متحجره تحب ولا تكره. اليوم ننظروا للسياحه نظره اخرى. اخي هنا في الايام 2021 2022 مازالوا كي جابوا اسطنبولي في الاستقبال نتاع بابور. مازلنا غادي، مازلنا باراسول وجمل وكذا. مساعديه غير ربي يرحمنا باقي راهو توا كارت بوستال وفيها شو اسمه جمل. مازال بالحق مازال. تعرف باش تعرف هو مازال كي تمشي لوتيل تعرف هو مازال حتى الريسبسيونيست بيدو تحسه مازال ماهوش فاهم انه راهو ما عادش السياحه هذيك كسياحه نتاع بكري وعسلامه مسيو تشيك ان تشيك اوت وفات السياحه هذيك. نحكيو على سياحه اخرى، نوعيه اخرى نتاع السياحه. حتى الناس اللي يخدموا في قطاع السياحه بيدو معناها مراه باش تجي الهاوس كيبينج ولا اللي هو
حتى الاسلوب حتى طريقه الكلام مازالوا ما استوعبوش انه فما سياحه جديده تدور في هذا الكوكب. هو خاطر يمكن احنا وانت في شكون تفيزي وانت في شكون تفيزي يمكن احنا زاد اسامه لهنا نقولوا نحن قعدنا السياحه بالنسبه لنا هي تمشي للوتيل معناها ما فهمناش البروموسيون السياحه راهي يختلف تويك تنجم كي تجيب انت يوتيوبر ولا تجيب والله انا استغربت بالحق معناتها تشوف نحب نقولوا اوتر بارونتيز زعما نحن اكثر من الجزائر مثلا واكثر بون مصر صعيب شويه ولكن اكثر تقولوا نحن زعما هكا نحن اللي ما نجيبوش معناها اي شو سبيد ما توجهلوش. راهي وزاره السياحه عمرها وجهت دعوه ليوتيوبر مش فاهمه راهي تبدلت الدنيا مش فاهمه راهو بستر بيست كي يجيك راهو فما 500 مليون ابوني عنده يتفرجوا راهو اي شو سبيد يعمل لايف فيه 48 مليون يتفرجوا لايف في اللايف اللي عامله. اي شو سبيد كي يعمل لايف ما يعملش لايف بال 5 جي نتاعك ولا بالوي في نتاعك عنده ماكينته خويا هذيك ما ياخذوها كان القنوات الكبار في العالم ماكينه خويا اس ان جي ولا يعدي بها ببث يتفرجوا فيه 47 مليون مواطن. تعرفش معناها كي يدخل القهوه ويقول هذيا قهوه العاليه في سيدي بوسعيد هكا هو غير سكر القهوه تو خاطر ما عادش تلقى بلايص باش تخدم. صحيح. تعرف كي يمشي انت المتحف يمشي المتحف يمشي لاي بلاصه يمشي حتى يعمل دوره في المدينه العربي سكر سيب وداخ. احنا كالعام جبنا رونالدينو تونس قري ظهرت مش احنا حتى جبناه مش احنا حتى جبناه واحد تونس قري ظهرت وحاله واللي جايب وعمل له تنظيم واحد حطوته وتبعوا فيه 17 منه و15 لابسين كوستيمات بالحه معناها شنو؟ تخزر بالله اخر حاجه قبل ما تحكي يا سعد خاطر الموضوع يوتر هذا. قداش عندك من هوستل في تونس؟ قداش عندك من موتيل في تونس؟ تعرفش معناه هوستل وموتيل في تونس؟ ما يعرفوش التوانسه يعرفوا لوتيل بالاو يو لوتيل يقول لك ماشي لوتيل 5 نجوم و4 نجوم. فما حاجه اسمها هوستل في تونس ما عندناش في المروك يحكيوا لي اصحابي كي يمشيوا غاديكا يكريوا ديار اير بي ام بي ممنوع يمنعوا تونس في تونس انا نقري اير بي ام بي من داري في البرتغال باش نكري في تونس ان شاء الله لاباس. في اصحابي مشاو للمروك وحضروا الكان كريوا اير بي ام بي اللي سكن فيه موتيل وحده واللي سكن فيه هوستل وحده. هذوما حاجات يشجعوا على السياحه بشكل ما تنجمش تتخيلوا خاطر كنت توفر سكن وماكله وشراب وكذا. صارت لي هذه تجربه شخصيه $50 تسكن تجربه شخصيه دقيقه برك باش نحكي لك تجربه شخصيه صارت لي في المغرب. مشيت كيف خذينا اير بي ام بي في المغرب على كيف وقفنا في المطار معنا في احنا داخلين في الديوان خذوا منا لي باسبور انا وزوجتي قرا هو المهنه وقرا الوقت قعد وقرا مهنه زوجتي قعد يحكي معنا معناها في الميديا وشنو تعملوا كذا وين القناه الفلانيه قال لي نعرف القناه الفلانيه ومن غادي والبرنامج الفلاني نعرفه هكا. مشيت كي خذينا وصلنا للدار وكذا وكل ما شيء من بعد تقريبا ساعه من زمان جات سياره فيها 3 من الناس لابسين سيفيل شادين توكي وكي طبطب على الباب عسلامة مرحبا سي بلال احنا منطقه كيما نقولوا احنا الامن هاي لهنا شكون معاك انت وكذا كذا بزوجتك وقداش من واحد. قال لي اي حاجه تستحق اي موضوع احنا لا ذمتكم واحد وكيك هو ينجم يكون ما جاكش راهو في اطار محبه ليك هو جاي في اطار التامين وفي اطار حتى باش يتاكد هما كوبل بصديق ولا بلاش. هو جاي له بالعكس معايا نحكي لك اما شوف الاسلوب قالوا لي احنا على ذمتكم اي حاجه قداش تقعدوا كذا كذا. قال لي تستحق اي حاجه احنا موجودين. هذه اذا فما واعطاني كل خريطه سريعه على لي منها تمشي فما كذا كذا فما من الريستورون فما من كذا اذا تحب ترجع منا واي حاجه. قال لي هذا رقمنا كلمنا مباشره ان احنا خلي تصير قلق. والله انا اعجبت بها الحقيقه معناها انه كيفاش يجيك يقول لك تصير اي قلق يصير اي اشكال يقول لي راهو كلموا احنا موجودين على ذمتكم مرحبا بكم. دونك الحقيقه معناها ما فما طريقه راهو فما طريقه فما نوعيه السياحه. انا نقول نوعيه السياحه لازم تتبدل في تونس. يزينا من السياحه تشيب. ايش معناها لي كومباوند ما عندناش في تونس لي كومباوند خاطر لاحظت في برشا بلدان اسامه حتى في السعوديه موجوده وحتى في الخليج موجوده يعمل كومباوند معناها مصر حتى ليبيا فيها كومباوند ولا وش يعملوا انت دوله مسلمه انت دوله مسلمه مثلا ولا انت دوله ماكش معناها مثلا الكحول ما تدورش في النورمال. فما يجيو يعملوا كومباوند كامل فيه كل شيء فيه القهاوي من قريه عباره قريه دوله واحده مستقله وما يجيبلكش نابورت كيل معناها مقهى ولا نابورت كيل ريستورون ولا بوتيك بتاع باش الكلهم اكل لوي فيتون وانت ماشي. دونك ويعمل لك سيكوريتي كي تدور فيهم انا درت فيهم برشا. فما الخليجيين بكثره
فما اجانب وتتفهمهم من سياراتهم من البودي جاردز اللي معاهم انه فما ما همش الاوروبيين الزواوله، لا فما رجال. وعندك ميزه اللي هو البحر الابيض المتوسط، راهو انكومبارابل بالبحر الاسود ولا بالبحر الميت ولا بالبحر الاحمر. صحيح ما يتقارنش. البحر الابيض المتوسط حاجه اخرى. رد بالك البحر الابيض المتوسط اذا تعمل فيه المنتجعات اللي يحكي فيهم بلال وتعمل فيه السياحه دو جام، خاطر مقسمه السياحه نتفهم، فما سياحه رجال الاعمال دبي وغيره وموناكو، فما السياحه الاخرى اللي هو كما قلنا تشيب في تونس، يا اما تعملها سياحه دوماس تعملها على قواعدها، يا اما سيب عليك واعمل سياحه اخرى متوسطه ولا فوق المتوسطه بشويه. حسام بن حسين يقول احنا كان يجي ايشو سبيتا ينحيوا له الدرون في المطار. الاير بي ام بي في تونس موجوده ولكن ممنوعه إليغال يا سي عمري عزيز. اقرا القوانين اللي هبطتهم الدوله التونسيه ولا فيها شروط وفيها قوانين ماهيش مسيبه كيكا. ما تستناش فقت بها الاير بي ام بي وحنا فقناش بها توا عزيز هكا تو يا عم. ما تستناش من بلاد اي فيديو نتاع جو معناتها توريستيك ويشجع على السياحه باش تلقى فيه بوبيله مطيشه في الشارع. انا اللي ريتهم الكل فما بوبيله مطيشه في الشارع. حتى بريطانيا فيها البوبيله. لا اما ما فماش تكافل ما بين الوزارات، معناتها وزاره التجهيز، وزاره السياحه، وزاره الثقافه. بربي شفنا الكلنا جو يورد في السعوديه الكم الهائل قداش من مليون عبد انفيتات وهذيك تحل السياحه. قلت لكم عندك مهرجانات شكون قاعد تستدعى؟ قبل ما نبداو قلت لكم لا نقارن ببلدان البتروليه. البلدان البتروليه مش نقارنوا اما نحطوهم ربير نحاولوا نخلطوا له. ما تنجمش تخلط له خاطر فرق كبير. باش نكونوا نقارنوا في الفلوس. نقارنوا روحنا بالمغرب، نقارنوا روحنا بالجزائر، نقارنوا روحنا. راي الجزائر قاعده تطلع وقاعده عاملين برنامج للسياحه كبير جدا جدا. راي قاعدين يعملوا في مخطط مستقبلي للسياحه نتاعهم. باش تلقى روحك اثر تمام. انت الدوله اللي كنت اكثر واحده تعمل في السياحه باش تلقى روحك اقل دوله في المغرب العربي تعمل في السياحه. تفضل اسامه. هو الموضوع ولا متشعب خاطر حليته ألف باب وباب. بلال أول حاجة ساعة باش تشوف سياحتنا احنا امشي لحمامات سود. الحمامات سود اللي هي عملها بن علي من سنوات عشرات السنين، اليوم وضعها يحزن. عمال التالي مش القدام، قاعدة توخر ماهيش قاعدة تقدم. يعني تشوف البحر كيفاش وكلكو ريستورون طايشين ويحطوا لي في الشابه الزهوانيه وموزيكا، معناها ستيل نتاع توريزم بصراحه متدني جدا. صديقنا القصداني دليل بعث لي فيديو نتاع نادل في احدى معناها النزل كيفاش يسربي في التوريست وحط حلول. الفيديو اوريجينال ما حبيتش نعديه. خدتهم بعد وقصيت لي على الفكره. والله ضيعت لونشينمون. والله ضيعت لونشينمون. نتعداو للي بعد قبل ما تعدى. والله ضيعت قص عليك فيديو مش في عدي. والله انا حبيت اثير نقطه مهمه برشا خاطر احنا تو باش ما ينجم يكون عدد السياح اللي يجي لتونس اكبر من برشا في القائمه هذه اكثر، ولكن مشكله مش غادي. الكاليتي. اخزر لي مروان بلال ديما يحب يظهرنا متخلفين. ريت ما تحقش نظهروا حتى شيء. لا شوف كيفاش كل واحد يخزر للحياه من منظوره. معناها انا نحب ان بلادي تولي باهيه، هو يخزر لها انه متخلف. هكاك مروان انت ومنين زاويه النظر نتاعك. اذا انا نخزر نحب تونس تولي خير من المغرب في السياحه وخير من الجزائر في السياحه وخير من الاردن وخير من البلدان، انت تخزر نحكيو هكا باش نضربوا متخلفين. احنا عاطين بظهرنا الحيطه، ما انت عاطي بوجهك للحيط.